ايه؟ فكرت في اللي قلت لك عليه؟ انا افضل كل يوم اجي اقابلك كده في كافيتيريا المستشفى زي المراهقين. فاسم، انت بتتكلم كده ليه؟ في ان انا تعبت وما بقتش قادر اتحمل الوضع ده. بقالك 15 يوم قاعده جنب امك في المستشفى وداخلين في شهر وناسيه ان انت متجوزه وليكي بيت وعندك التزامات. الله، زي ما امك لها حق عليكي انا كمان ليا حق عليكي. يعني من حقي لما اروح البيت الاقي طفحه اطفحه، الاقي هدمه كويسه البسها. لكن بالوضع ده انا حاسس ان انا مش متجوز. انت عايزني اعمل لك ايه يعني؟ تكلمي حد من اخواتك يا اختي يقعد بامه. وانت عارف ان كل اخواتي مسافرين ومفيش حد جنب ماما هنا غيري. وانا بقى ماليش دعوه بالكلام ده، ما يخصنيش. انا اتجوزتك انت، ما اتجوزتش امي عشان اشيل همها كمان في مرضها. يعني قصدك ايه يعني؟ قصدي لو ما رجعتيش بيتك النهارده يبقى ما ترجعيش وخليكي قاعده جنب امك بقى، ورقتك هتوصل لك. فكري في اللي انا قلت لك عليه وبراحتك. ايه؟ فكرت في اللي انا قلت لك عليه؟ ولا افضل كل يوم اجي اقابلك في المستشفى كده زي المراهقين؟ شغال ها؟ ايه؟ فكرت في اللي انا قلت لك عليه؟ ولا افضل كل يوم كده فاسم، انت بتتكلم كده ليه؟ شغال شغال. في ان انا تعبت ما بقتش قادر اتحمل الوضع ده. بقالك 15 يوم وداخلين في شهر وانت قاعده جنب امك في المستشفى وسايبه جوزك وناسيه ان انت اصلا متجوزه. زي ما امك ليها حق عليكي انا كمان ليا حق عليكي. استنى يا زلمه. صفحة. اه بيت صح، مثلا. برافو عليك. لكن بالوضع ده انا حاسس ان انا مش متجوز. معلش تاني يا زلمه. وانت عارف ان كل اخواتي مسافرين ومفيش حد جنب ماما هنا غيري. ايه؟ فكرت في اللي قلت لك عليه؟ ولا افضل كل يوم اجي اقابلك كده في كافيتيريا المستشفى زي المراهقين؟ فاسم، انت بتتكلم كده ليه؟ في ان انا تعبت وما بقتش قادر اتحمل الوضع ده. بقالك 15 يوم قاعده جنب امك في المستشفى وداخلين في شهر وناسيه ان انت متجوزه وليكي بيت وعندك التزامات. الله، زي ما امك لها حق عليكي انا كمان ليا حق عليكي. يعني من حقي لما اروح البيت الاقي طفحه اطفحه، الاقي هدمه كويسه البسها. لكن بالوضع ده انا حاسس ان انا مش متجوز. انت عايزني اعمل لك ايه يعني؟ تكلمي حد من اخواتك يا اختي يقعد بامه. وانت عارف ان كل اخواتي مسافرين ومفيش حد جنب ماما هنا غيري. وانا بقى ماليش دعوه بالكلام ده كله، ما يخصنيش. انا اتجوزتك انت، ما اتجوزتش امك. وانا بقى ماليش دعوه بالكلام ده، ما يخصنيش. انا اتجوزتك انت، ما اتجوزتش امك عشان اشيل همها كمان في مرضها. يعني قصدك ايه يعني؟ قصدي لو ما رجعتيش بيتك النهارده يبقى ما ترجعيش وخليكي قاعده جنب امك بقى، ورقتك هتوصل لك. فكري في اللي انا قلت لك عليه وبراحتك.